السلام عليكم يا شباب ثالثه اعدادي، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ركزوا معايا كويس جدا قبل الحلقه، لان الكلام اللي انا هقوله ده اهم بكتير من الحلقه كده كده مهمه جدا جدا، والمستر هيظبط لك كل حاجه، بس الكلمتين دول مهمين جدا قبل ما نبدا مع بعض. سؤال للريرايت. اول حاجه يا ابطال، معلش الصوت ده لان احنا غيرنا اصلا المكان، فيعني استحملنا شويه الفتره دي لحد الترم الثاني ان شاء الله ننقل في المكان الجديد بتاعنا. الحاجه الثانيه المهمه جدا 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 حبايبنا، سؤال للريرايت. المستر وهو بيشرح لك كل الكلام ده على اليوتيوب يونت 1 و2 و3 و4 و5 مركز على المعنى، لان سؤال الريرايت ده يا شباب بيركز على المعنى وفكره ان انا فاهم الجرامر يا مستر ومش حافظه خلاص. فعشان كده واحنا بنحل النهارده هفهمك كل حاجه، هنعيد تاني دلوقتي مع بعض كل حاجه، بس انت لو ما اتفرجتش على الحلقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه، يعني اليونت يعني يونت 1 و2 و3 والجرامر كله يا شباب، تحت اول تعليق روح اتفرج عليه. الحاجه الاخيره بقى ان شهر 12 ان شاء الله هيكون اخر شهر معانا في الترم الاول. المستر هيعمل كل حاجه في شهر 12. هنحل اسئله كتير جدا جدا يا شباب بالنظام الجديد. سيبك بقى من القديم اللي هو انا بفتح الامتحان الاقي محادثه في الاول، الكلام ده قديم يا شباب خلاص. دلوقتي بقى اسئله جديده ونظام جديد والمستر بتاع الجديد. عشان كده ان شاء الله في شهر 12 هنبتدي مع بعض نحل امتحانات شامله بالنظام الجديد يا شباب، وبنشرح على فكره مش بنحل وخلاص. فساعتك لو جاي معانا ان شاء الله وناوي تيجي معانا ان شاء الله، عشان انت كده هتخسر كتير الصراحه لو ما جيتش معانا. فكده كده هتكلم رقم الواتس هيقول لك كل حاجه كل التفاصيل، وعلى فكره عاملين عرض جامد جدا لو اشتركت قبل شهر 12 ما يبدا هتاخد خصم كبير جدا جدا على فكره، والناس كلها عارفه الكلام ده مش كلام ماركتنج وخلاص. يلا بينا دلوقتي يا شباب نحل مع بعض الريرايت ونشرح اهم الافكار بتاعت المنهج. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال ثالثه اعدادي مع بعض مع المراجعه القويه جدا جدا على سؤال الريرايت اللي عامل مشاكل لناس كتير، ولكن مستر محمود هيبص يا شباب دلوقتي هموت لك السؤال ده، بس ركز معايا كويس جدا 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 في كل حاجه بقولها. طبعا يا شباب احنا بنشكر طبعا الناس اللي بتعمل الملفات دي، وبنشكرها كل حصه. اي حد بيعمل حاجه احنا بنشكره، ولكن الاسم ده مش ظاهر يا شباب بالنسبه لنا. والله لو الاسم ظاهر بتاع يعني الناس اللي عاملين الامتحان ده، طبعا يعني في حاجه مكتوبه بس مش شايف حاجه والله، فيعني جزاهم الله كل خير من الاخر بالنسبه للحاجات دي كلها. واحنا ما عندناش مشكله ان احنا بنقول اسامي الناس يعني اللي بتعمل الملفات دي، عادي جدا. اول حاجه مستر الراجل بيقول لي he didn't study hard، هو ما ذاكرش كويس، so he got low marks، عشان كده جاب درجات يا مستر لا ترضي عدو ولا حبيب. طب دلوقتي يا مستر الراجل بيقول لي استخدم لي اف. خلي بالك احنا ما عندناش الا الحاله الثالثه بس من الاخر يعني، وكده كده الراجل بيقول لي هنا اف كابيتال يبقى اكتبها في الاول. الحاله الثالثه يا مستر بيقول لي ان اف دي يا شباب بيجي بعدها ماضي تام هاد بلس التصريف الثالث، اعمل كومه حلوه كده، وبعدين اكتب يا مستر في فعل هتجيب بعده would have زائد التصريف الثالث لو ساعتك مش فاكر يعني الحاله الثالثه، يبقى اف في ماضي تام وود هاف وتصريف ثالث. فانا راجل بيقول لي هو يعني ما ذاكرش كويس لذلك جاب درجات وحشه. لما اجي احل بقى يا شباب هقول لو هو كان ذاكر كويس كان هيجيب درجات حلوه، عادي ممكن اعملها كده، او ممكن اقول لو هو كان ذاكر كويس ما كانش هيجيب درجات قليله. كل ده صح، كل ده صح بالمناسبه. يعني ايه ده يا مستر؟ يعني ممكن هنا اكتب if he ثانيه واحده كده معايا had studied hard اللي هو كان ذاكر كويس، ممكن اقول he would have got high marks. والله صح. ايه ده ليه بقى ان شاء الله؟ لان هو نفس المعنى. ممكن اقول he wouldn't have او wouldn't have ايوه got low marks، ما كانش هيجيب درجات قليله. فهمت؟ عادي جدا نفس المعنى يا شباب. هو ده فكره الرايت بقى. هات لي رقم 2. I'm traveling to Alexandria tomorrow said احمد. احمد قال انا هسافر اسكندريه بكره. دي يا شباب عندنا في يونت 6 اللي هي لسه ما نزلتش الى الان للامانه على اليوتيوب، اللي هو ريبورتد سبيتش، ولكن طبعا خدناه مع بعض. لو انت معانا من طلاب الابلكيشن فانت خدته وهرسته خلاص، يعني انت فهمته خلاص. اما دلوقتي هنحاول نظبطه بالنسبه لطلاب اليوتيوب برضه عشان الناس كلها تستفيد. حبايبنا لما اجي احول يا مستر بنحول حاجات كتير. اول حاجه فعل القول هينزل زي ما هو هنا عادي يا شباب لانه ماضي، فهكتب او طبعا لانه مفيش اصلا مفعول، فعادي جدا ممكن اكتب احمد سد، احمد قال. بشيل الاقواس واكتب كلمه اسمها ذات، او ممكن ما اكتبهاش عادي. والمستر قال التركايه لو ما كتبهاش في الامتحان هيعمل له مشكله، لان ذات دي لو ما جاتش في الامتحان بتعمل مشكله. في فكره كده لما انزلك يونت 6 ان شاء الله، لو نزلناه الفتره اللي جايه هقول لك ليه لو ذات دي مش مكتوبه ممكن تعمل لك مشكله، ممكن تعمل لك مشكله كبيره جدا ومتوقعه في الامتحان برضه. ان شاء الله هنزلها لك وهقولها لك خلاص. احمد سيد، احمد قال ذات، خلاص شلت الاقواس. ان هو يا مستر مش انا، ان هو يبقى هي. الفعل اللي معايا يا شباب بقى او يعني الزمن اللي معايا ده برجع خطوه لورا، بدل ما يبقى am traveling يعني مضارع مستمر اخليه يا مستر ماضي مستمر. he was traveling. ثانيه واحده كده traveling دي غيرنا كده الزمن. to Alex هتنزل زي ما هي. tomorrow يا شباب بقى خليها كلمه اسمها the following دي. شكرا مستر. كده احنا حولنا الجمله كلها
والمستر علمنا كلنا ازاي نغير الجمله كلها، وان شاء الله انت كطالب يوتيوب هظبط لك الدنيا الفتره اللي جايه باذن الله. هي على فكره يونت 6 بس اللي انا ما نزلتهاش يا شباب، اما كل حاجه دلعنا بعض مع بعض اهو ظبطنا الدنيا، اما يونت 6 لا لسه ما نزلتهاش. رقم 3 The government will build a new bridge next year. هنا بيقول لي كلمه بي. مستر لو كتب لي بي او باي او بدأ لي بان نيو بريدج في الاول كده كده بيقول لي ان الجمله مبنيه للمجهول يا شباب من الاخر. خلاص يا مستر هبدأ بالمفعول، طالما الجمله مبنيه للمجهول ببدأ بالمفعول اللي هو ايه هنا يا مستر؟ بص يا شباب المفعول دايما بيكون بعد ويل والفعل، هو ده بيكون المفعول على طول. يبقى ويل بيلد ده خلاص المفعول دايما بيكون هنا. خلاص يا مستر هقول هنا a new bridge يعني الكوبري الجديد، واكتب حرف كابيتال في الاول كده دلع الراجل اللي هصحح لك الامتحان. a new bridge هكتب ويل عادي واكتب بي بعدها واجيب التصريف الثالث معايا واجيب كلمه اسمها باي واكتب اول كلمه معايا في الجمله يبقى the government الحكومه، وبعدين اكتب يا شباب next year في الاخر بس كده. يبقى اقول a new bridge will be built by the government next year. حلو قوي يا مستر. رقم 4 لسه حلها الامتحان اللي فات، لو انت مش عارف الامتحان اللي فات لسه حل الجمله دي. It's forbidden to park your car here. نفس الجمله يا شباب تقريبا. المستر الجميل قال لي ان it's forbidden to المصدر لحد هنا كده امسحها واكتب مكانها مصدر. شكرا. هقول يا مستر you mustn't park your car here. خلي بالك بارك بالبي الواقفه دي خلاص، لان الثانيه احنا خدناها مع بعض اللي هو معناه يا شباب ينبح بالنسبه عزك الله للكلب. طيب بعد كده يا مستر رقم 5 although he's rich he is not happy. مستر على الرغم ان هو غني هو مش سعيد. المستر قال لي الجمله دي 50 مره قبل كده مفيش مشكله، تعال نحل بقى النهارده بنظبط الدنيا ولسه هحل معاك كتير وشهر 12 هدلعك حل، بس الاغلبيه على الابلكيشن مش على اليوتيوب، الحل الكتير والدلع الكتير على الابلكيشن يا شباب. طيب although he's rich على الرغم ان هو غني هو مش سعيد. طب ما تحل كده يا مستر ومستخدم لي هنا كلمه اسمها but. على فكره عادي جدا ممكن اقول يا شباب عادي جدا ممكن اكتب he is rich بصوص he is rich واعمل كومه حلوه كده واكتب but he is not happy. والله يا مستر والله عادي يا شباب عادي جدا. هل المعنى واحد؟ المعنى واحد. هو غني ولكن مش سعيد عادي جدا يا مستر. على الرغم ان هو غني هو مش سعيد، ده ما هي نفس المعنى يا مستر. صباح الفل احنا بنمشي كمعنى. تمام. رقم 6 برضو حته الريبورتد سبيتش بقى يونت 6 اللي لسه ما نزلتش. We have cleaned the room. احنا خلاص نظفنا الأوضة. The girls said. البنات قالوا. مستر ممكن اكتب عادي جدا في الأول The girls said. طبعا اكتبها زي ما هي لأن مفيش مفعول ولا حاجة يا شباب. أشيل الأقواس واكتب ذات على فكرة بس كده. بس طبعا هغير المعنى بقى أو الزمن والضمير كمان. يبقى The girls said that. هما يا شباب جوه الأقواس قالوا We have cleaned. احنا نظفنا. لما انت تيجي بقى هقولك إن هما اللي نظفوا مش احنا، يبقى زي اغير الضمير يا شباب. الخطوات بتاعه التغيير دي انا مش عارف، انا لسه ما نزلتلكش الشرح، فاللي هو انت لو متابع مع حد تاني فانت لازم تكون عارف الخطوات دي كلها. اغير فعل القول ثم اشيل ذات اشيل الاقواس واكتب ذات، اغير الضمائر اغير الزمن، وفي بعض الافكار مش بنغير فيها الزمن والكلام ده. كل دي تركات عشان هننزلها ان شاء الله باذن الله يعني لو عشنا على اليوتيوب هنا. يبقى اقول يا شباب the girls said that they have cleaned. ارجع خطوه لورا had cleaned لان الزمن برجع خطوه لورا ولكن مش في كل الاحوال. had cleaned يا مستر the room. حلو قوي يا شباب لو حليتوا كده. الفكره هديك اسئله دلوقتي تحلها لوحدك. خلاص. رقم 7 يلا نركز يا شباب. I advise you to brush your teeth. سهله دي. لا 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 حرام دي نحلها دي. لا 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 سهله. المستر قال اصلا اني advise you to بتساوي should فشيلها شيلها وغير المعنى بقى وما تخليش اي زي ما هي كده، غير المعنى. يبقى السؤال ده ساعتك هتحله لي تحت دلوقتي اول تعليق. سهله جدا يا شباب ده عيب. طيب رقم 8 she didn't wake up early. هي ما صحتش بدري so she missed the bus. لذلك يا شباب ما لحقتش الاتوبيس. هنا كتب لي هاد او كتب لي اف كده كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لي الحاله الثالثه من اف. من الاخر يا شباب سهله جدا. يبقى اقول لو هي كانت صحت بدري ما كانتش يعني هتفقد الاتوبيس. سهله جدا اهو عشان المعنى. يبقى اكتب يا مستر هنا اف شي. ركز بقى معايا. اف شي هاد التصريف الثالث من ويك يا شباب. في ناس كتير مش عارفاها اسمه ويكن. مستر عرفت ازاي؟ عيب عليك. ويكن اب اللي هو انت يعني مش عارف التصريف ده ازاي، انا عرفته مالكش دعوه بقى. ويكن اب ايرلي يعني لو هي كانت صحت بدري يا شباب يبقى شي يا مستر ان في سعادتك wouldn't have missed
ذا باص. يعني الكلام ده لو هي ما كانتش، او لو هي كانت صحت بدري ما كانتش فقدت الاتوبيس. بس كده، شكرا. رقم 9 ده معناه يا مستر ان هي فقدت الاتوبيس؟ ايوه، احنا قلنا المعنى ده مهم في الحاله الثالثه من اف. وارجع لليوتيوب هنا هتلاقيني شرحت لك كلها بكل الافكار كلها تحت اول تعليق يا شباب. مش هخليك تلف كتير، مش هخليك تلف، تحت اول تعليق. People will use electric cars in the future. حلو قوي يا مستر. الراجل هنا بيقول لي الناس هتستخدم العربيات الكهرباء في المستقبل. هنا كتب لي used، خلاص يبقى انا بتكلم في ايه؟ المبني للمجهول. المستر قال الكلمه اللي بعد will والمصدر هاتها لي حطها في الاول. شكرا. على طول كده يا شباب. يلا اتفضل. يبقى اكتب هنا يا مستر electric cars. هات لي والعادي بس بيه بقى، ويوزد اللي هو كاتبها لك اهي. خلاص شكرا. واكتب باي يا مستر عشان اجيب الناس بقى. اول كلمه في السطر يا شباب، اول كلمه بتيجي بعد باي. يعني اول كلمه هنا ايه؟ people. هاتها بعد باي على طول. باي people. وبعدين اكتب in the future عشان مستر عليك. رقم 10. I can solve the problem he said to me. هنا بقى في تركية مهمة. الراجل اصلا حللها لك اصلا، كاتب لك told. مستر هغير الزمن، او هغير يعني الجمله. هقول he told me، لان told لازم يجي بعدها مفعول. لازم. he told me. شيل الاقواس واكتب ذات. اغير الضمير اللي جوه. اي دي يا شباب هو بقى، انا بتكلم هو. he. كان دي ارجع خطوه لورا اخليها could. solve عادي جدا with a problem هتبقى زي ما هي يا مستر. والله الدرس هبل يا شباب، بس للناس اللي ذاكرته واتشرح لها للامانه. اما طلاب اليوتيوب اللي معايا انا على اليوتيوب للامانه لسه ما نزلتش الدرس ده، اما على الابلكيشن اتفرم. رقم 11. رقم 11 بيقول لي it's a rule to wear the school uniform. مستر it's a rule to دي بتساوي must، قانون هنا يا شباب. فاقول هنا يا مستر you must wear the school uniform. حلو جدا. المستر دلوقتي بينوع في الاسئله يا شباب. رقم 12. don't stop او don't make noise in the library. اوعى تعمل صوت في المكتب. هنا بيقول لي استخدم لي كلمه stop. خلي بالك هنا فيها تركية صايعه جدا بقى في الحاجات يا شباب اللي هي اللانجوج يونتس، الملحوظات اللغويه. ستوب اللي بيجي بعدها اي ان جي، وستوب اللي بيجي بعدها تو المصدر. دي بقى لو انت مش مركز فيها دي في الامتحان مش هتعرف اصلا ان الدرس ده عندك ولا لا. من الاخر يا شباب انا بقول لكم اللي فيها. في ناس مش عارفه ايه فكره رقم 12 دي اصلا. حبايبنا ستوب لو جه بعدها اي ان جي معناه ان انا بقول لك ما تعملش الحاجه دي تاني خالص. خلاص يبقى انا هقول يا مستر هنا ستوب. هات لي الفعل اللي هنا فيه اي ان جي. stop making in the library. يعني اوعى تعمل ابدا صوت في المكتبه. بتساوي don't make noise in the library. اوعى تعمل صوت في المكتبه. هي لو انت كتبت بقى stop to make لا غلط، مش حاجه اسمها كده، معناها يبقى غلط. رقم 13. social media is useful يا مستر. السوشيال ميديا دي حاجه مفيده جدا. it wastes our time او بتضيع وقتنا. هنا الراجل بيقول لي استخدم لي on the other hand. ايوه يا مستر بقى هنجيب بقى الباكج على بعضه بقى اللي انت قلت لنا عليها قبل كده. on the other hand في كلمه ثانيه اختها بنجيبها في الاول. ركز بقى ركز. مستر هقول في الاول عادي جدا كلمه اسمها on one hand. طب انت جبتها منين؟ ما انا قلت لك باكج بقى على بعضه بقى. عيب عليك بقى. تابع معانا الشروحات بقى اللي على اليوتيوب هنا، اتفرج عليها. يبقى on one hand من ناحيه يا مستر. واكتب يا شباب عادي جدا جدا الجمله دي كلها. بص اهي كلها كده حطها هنا. ان السوشيال ميديا از يوسفول. حطها زي ما هي. وبعدين اجيب اختها بقى اللي هو الراجل كاتبها لي on the other hand من ناحيه اخرى بقى يا مستر. وبعدين اجيب الجمله دي كده، وبعدين اجيب الجمله الثانيه احطها هنا يا شباب. بس كده. يبقى on one hand social media is useful, on the other hand it wastes our time. شكرا يا مستر. جمله حلوه والمعنى بتاعك حلو يا مستر والمعنى صح. رقم 14. they didn't play well. ما لعبوش كويس. so they lost the match. هنا كتب لي would have. مستر بيلمح لي بذمتك would have دي انت خدتها اصلا في المنهج في ايه بس؟ يعني هي حاجه الوحيده انت خدتها في المنهج. الحاله الثالثه من اف يا مستر. ركزوا شباب بقى. يبقى هو ما لعبش كويس او هم ما لعبوش كويس لذلك خسروا الماتش. هات لي الحاله الثالثه من اف. يلا اتفضل. لو لعبوا كويس يا مستر if they had played well. لو كانوا لعبوا كويس. خلي بالك هم ما لعبوش. ما لعبوش كويس. المعنى مهم. if they had played well اللي هم ما كانش يعني كان لعبوا كويس اصلا اللي هم كانوا لعبوا كويس they would have. ممكن اكتب won the match. ايه ده يا مستر عادي؟ عادي ما تستغربش عادي. لو هم كانوا لعبوا كويس كانوا هيكسبوا الماتش. بتساوي لو هم كانوا لعبوا كويس ما كانوش خسروا الماتش. مستر المعنى حلو. صح يا شباب محدش يقلق. رقم 15. I play tennis every Friday. بلعب تنس كل جمعة. سيد علي. علي قال ماشي يا مستر عادي جدا. هجيب في الأول علي
said محدش بيكلمه ولا بيكلم حد، تنزل زي ما هي. اجيب ذات من عندي، ابص على الضمائر اللي جوه، اي تبقى هي. بلاي بقى يا شباب هنا مضارع، برجع خطوه لورا اخليه بلايد، تحول الزمن مهم يا شباب. بلايد. تنس هتفضل تنس، هل هخليها مثلا كرة القدم؟ لا مش هتنفع. every Friday هتنزل زي ما هي يا مستر، ما فيهاش اي مشكله. على فكره يا شباب برضو في حاجه في المعنى ده، ده ممكن تكون عاده، ممكن تكون عاده على فكره، فيجوز ليا هنا ان انا اخليها مضارع بسيط، يعني ممكن ما اغيرش الزمن، ولكن احنا مش بنغير الزمن في الحقيقه اكتر من العاده يعني انا، لان هنا مش هتظبط معايا فكره العاده هنا. شباب هنا ممكن على فكره تحتمل ان انا ممكن هنا اخليها مضارع برضو بسيط، خلي بالكم. we won't use petrol in the future. we won't use petrol in the future. احنا مش هنستخدم البترول في المستقبل. مستر won't be يا عمي اللي بعد will والمصدر هاتولي في الاول، شكرا. يبقى اكتب هنا petrol. يبقى هنا شباب بنتكلم في فكره will والمصدر، اليونت كلها اتفهمت خلاص. يبقى البترول won't be تصريف ثالث used by، واجيب بعدها ضمير مفعول us مش we، اصحى. by us in the future. على فكره ممكن ما اكتبهاش يعني بالمناسبه يا شباب، كلمه by دي ممكن ما اكتبهاش اصلا، استغنى عنها عادي. بعد كده 17 it's not a good idea to stay up late. مش فكره حلوه يعني ان انت تصحى متاخر، يعني تنيك سهران كده مستر. it's not a good idea to، بمسحها كده واكتب مكانها should، يبقى you shouldn't. الاحساس يا شباب بتاع الجرامر ده هتوصل له لو انت بتحل كتير، يبقى you shouldn't stay up late. رقم 18 he was ill، هو مريض but he went to work، ولكن راح يا مستر للشغل. ايه ده؟ ايه التناقض ده؟ يبقى هو مريض ازاي راح للشغل؟ يبقى اقول يا مستر على الرغم ان هو كان مريض راح للشغل، يبقى although he was ill. سهل يا مستر، اعمل كوما كده خليك شاطر. he went، لان اي رابط يا شباب في الاول بعمل بعد كوما في النص زي كده if والكلام ده، طالما في الاول اما في النص لا. he went to work، شكرا يا مستر، معناها صح يا شباب. رقم 19 my father bought a new car said هدى. خرب بيت الدرس ده. يبقى اكتب في الاول ان هدى said يعني قالت، اكتب ذات واجيب والدها her father، كده استخدمنا كلمه هير اللي هو كاتبها له من غير ما نبص اصلا، her father. بوت يا شباب دي بقى اخليها، ممكن على فكره اخليها زي ما هي او ممكن اخليها هاد بوت، الاتنين صح، ومش عايز حد يتكلم يشوف الحته دي عادي جدا، الماضي يفضل ماضي او يرجع ماضي تام عادي. يبقى father had bought a new car. فاكر انت لما انا قلت لك بقى ان انا ممكن اشيل كلمه ذات، ولو راجل شالها في الامتحان هيعمل لك معجنه في الامتحان. بص كده، لو انا شلت هنا كلمه ذات يا شباب، هدى said، هل الجمله هتبقى صح؟ تبقى صح عادي. هدى said her father had bought a new car. ممكن بقى واحد يقول لها مستر ايه، واحد بقى شباب يكون ايه يعني بتقل في الفطار بقى، مستر ده مفعول يعني سيد هنا غلط، المفروض تبقى طولد ان ده مفعول. لا سعادتك انت كده ما بتترجمش ولا بتعمل اي حاجه. سيد هنا يا شباب او ذات هنا انا شلتها عشان تعمل لك المشكله دي. انا عايز اقول ان هدى قالت اني والدها، كلمه ذات هنا معناها اني والدها اشترى عربيه. ينفع اقول بقى هدى اخبرت والدها اشترى عربيه؟ يعني مش عارف حاجه، مش فاهم حاجه اصلا، مش حاجه اسمها كده. فدي الفكره اللي انا بقول لك عليها، لو شال كلمه ذات هتعمل لك مشكله في الامتحان، وان شاء الله مش هيشيلها، ولكن لو شالها احنا جامدين يا مستر، طلاب مستر محمود جامدين يا شباب، نترجم، محدش يستعجل، محدش يكتب طولد في الامتحان ويجري بس. رقم 20 if he hadn't driven fast he wouldn't have made an accident. يعني بقول لك ايه، لو هي ما كانتش او هو لو ما كانش يساق بسرعه ما كانش هيعمل حادثه. هنا بقى يقول لك ايه، استخدم لسوء. يا مستر ده انا هقول هنا ان هو ساق بسرعه لذلك عمل حادثه؟ ايوه يعني كلمه سوء معناها لذلك. طيب وطبعا if he hadn't driven لو ما كانش عمل كده يبقى هو عمل كده خلاص. المعنى مهم يا شباب. يبقى 20 هقول يا مستر ان هي drove، خلي بالك في الماضي لان الحاله الثالثه ماضي اصلا. he drove fast هو ساق بسرعه، so لذلك he made an accident، اكتبها زي ما هي. ايه ده بس كده؟ طبعا. ده يا شباب بالنسبه للجزء الاولاني معايا. نيجي دلوقتي ابطال مع بعض مع الجزء الثاني بقى، وفكر سعادتك بشهر 12 والنوتيلا بقى والمراجعه النهائيه اللي مش هتلاقي بفضل الله رب العالمين في مصر حاجه زيها. شهر 12 يا شباب هنحل مع بعض امتحانات شامله بالنظام الجديد، اللي هو اول سؤال يا مستر اختيارات مش محادثه ولا حاجه، نظام جديد يا شباب. فوق بقى ايه، قول بقى 20 30 الف امتحان كده ولا حاجه مع بعض، يعني تقريبا 30 40 امتحان يا شباب في شهر 12 ده. مع الشرح بقى، مع المراجعه، مع الباراجرافات اللي مترجمه بالعربي. المستر هيدلعني اخر دلع في شهر 12. لو انت ضيعت شهر 12 ده حرام عليك، ضيعت الدرجه النهائيه بتاعت سعادتك، لان المستر جديد، المستر مش بتاع حاجات قديمه يا شباب، المستر
بفضل الله مع حاجات كلها بتاعت الامتحان، بس انت هتذاكر، يعني انت مش جاي كده تلعب، انت جاي تذاكر حاجات كتيره جدا جدا معانا، مراجعه قويه جدا، بس هتذاكر، اللي هو انت مش جاي تاخد الامتحان، لا انت هتذاكر، هتلاقي نفسك في الامتحان مقفل مليون في المية، مليون في المية مقفل، بس تيجي معايا على اساس انت هتذاكر مش جاي تلعب. خلاص ده يا شباب بالنسبه لشهر 12 يعني. تعالى دلوقتي اوريك الكورس بتاع التاسيس لو انت مش عارفه، يعني بظبط لك المحادثه والكلام ده، وبعدين نرجع مع بعض نكمل الري رايت. يلا بينا يا ابطال. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسف ان انا قطعت عليكم الحلقه، ولكن في حاجه مهمه جدا جدا، سواء انت اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، فلازم اقول لك الحاجه دي لانها مهمه جدا جدا، والصراحه حرام انها تتفوت. يا مستر الحاجه دي هنتكلم يا ابطال دلوقتي في دقيقه بالظبط بالنسبه للكورس التاسيسي القوي جدا جدا بتاعنا السنه دي يا شباب، لدفعه 2026 المنهج الجديد. الكورس بتاعنا يا ابطال جامد جدا جدا وقوي جدا، يشمل الحاجات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه يا ابطال في الكورس بتاعنا، اول حصه يعني كانت المحادثه. بنحترف يا شباب مع بعض وبنتاسس كويس جدا جدا في المحادثه، على فكره مش تاسيس بس، لحد الاحتراف كمان. الحصه اللي بعد كده يا ابطال سؤال يملا الفراغات. السؤال ده مهم جدا على فكره السنه دي عشان تغيير المنهج والكلام ده، وثابت على فكره معانا برده. الحصه الثانيه فرمنا السؤال ده. الحصه اللي بعد كده يا ابطال قطعه الفهم، عرفنا كل الاسرار كلها بتاعه الامتحان والافكار الصعبه وكل حاجه. وعلى فكره في نهايه كل حصه يا شباب بنحل اسئله امتحانات جت قبل كده في المحافظات ثالثه اعدادي، خلي بالك. الحصه اللي بعد كده يا ابطال عرفنا ازاي بنكتب الباراجراف بالافكار كلها بتاعه الامتحان، سواء اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، واسسنا الناس كويس جدا جدا في الحصه دي. اخر حصتين يا ابطال كانوا جرامر قواعد، يعني اسسنا الناس برضو الازمنه المهمه جدا جدا لازم تكون عارفها وانت في اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي. الحصه اللي بعد كده الاخيره بتكون امتحان بقى، ساعتك بتخلص الست حصص دول وتخش الامتحان ده براحتك، على فكره ده اختياري، لو حابب بقى نبعت لك الامتحان ده بتحله، بعد ما بتحل الامتحان ده بتاخد شهاده تقدير فخمه جدا جدا اللي انت خلصت معانا الكورس ده. والكورس ده يا شباب طول السنه على فكره، مش مثلا شهر 8 ولا 9 ولا 10، لا طول السنه. فمستر معلش الكورس ده هيكون بكام يعني؟ سعر الكورس يا ابطال مفاجاه، وهقول دلوقتي على فكره على اليوتيوب 6 حصص بالمذكره، كل ده يا ابطال طول السنه ب 100 جنيه بس. ايه ده يا مستر؟ يعني انت دلوقتي لو كلمت رقم الواتس ده وقلت له انا عايز الكورس التاسيسي بتاع مستر محمود 2026 هيديني المذكره ويديني الكورس كله ب 100 جنيه بس؟ ايوه يا شباب طول السنه على فكره. فساعتك دلوقتي مستني كلم رقم الواتس دلوقتي، هيقول لك كل التفاصيل ويبعت لك المذكره ويقول لك كل حاجه. هسيبك دلوقتي تكمل الحلقه بتاعتك، وانا اسف ان انا قطعت عليك الحلقه، اتفضل. طيب نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض نكمل بقى الحل بتاع الريرايت، وعرفت ساعتك شهر 12 وعرفت الكورس التاسيسي. اوعى تغفل عن الكورس التاسيسي ده ولا شهر 12 ده، براحتك بقى. طيب السؤال الاول يا شباب هنا في 21، الراجل بيقول لي يا مستر will they plant trees in the street، هل هم يعني هيزرعوا شجر في الشارع؟ هنا كاتب لي بي، سواء كاتب لي بي او كاتب لي بوي او كتب لي كلمه trees يبدا بالمفعول، يعني كده كده الراجل بيتكلم على الباسيف المبني للمجهول. ماشي يا مستر، ما عادي جدا، بس ده سؤال يا شباب. هقول يا مستر will وبعدين اجيب المفعول والتريز وبعدين اجيب كلمه بي الحلوه دي واجيب كلمه planted في التصريف الثالث يا شباب in the street. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده سعادتك استخدمنا الكلمه اللي هو كاتبها لي اهي. طب ما هي يا ابني، يبقى احنا كده ماشيين صح وفاهمين هو عايز ايه. عايز المبني المجهول. رقم 22 It's against the law to drive without a license. بص بقى، مش ضد، او يعني ده حاجه ضد القانون انك تسوق من غير رخصه القياده. مستر It's against the law. to دي هشيلها واكتب mustn't. شكرا يا شباب. يبقى اكتب هنا you mustn't. شوف الدنيا سهله ازاي. ايوه لان الجرامر سهل بس تفهمه بطريقه المستر. يبقى you mustn't drive without بدون a license. رقم 23 always help the poor. دايما كده ساعد الفقراء. والمستر قال كلمة always دي وشرحها في كتب خارجية مش شرحها، المستر شرحها. قال لك always دي بتيجي في الرايت فكرة don't و never والكلام ده. هنا دايما خليك تساعد الفقير. هنا بقى بيقول لك never، اوعى. ايه ده بقى يا مستر؟ ممكن احلها ازاي؟ هنا يا شباب السؤال ده انا عايز اسيبه لكم تحت، بس انا ممكن الناس تحله غلط فمش عارف اعمل ايه. اسيبه لكم واجب تحت ونحله مع بعض ولا اعمل ايه عشان المعنى يا مستر؟ طب ما سهلها عليا وسيبها لي واجب. ماشي يا عم. هنا بيقول لك دايما ساعد الفقير، تمام. هنا بقى بيقول لك اوعى. ينفع اقول اوعى تساعد الفقراء؟ اسف يعني لان ذا هنا جمعت الصفه، يعني زي هتاخدها في اولى ثانوي لو انا بحطها للصفه لبعض الصفات مش الصفات كلها عشان محدش يعجل، لبعض الصفات بجمعها. بور يعني فقير، ذا بور الفقراء. المهم فانا لو قلت اوعى تساعد الفقراء ينفع اقول كده؟ اوعى تساعد الفقراء مش هتنفع، المعنى مش هيظبط. حاول تحلها تحت، يعني اهي دي حل تحت سعادتك في اول تحليل، حلها. شوف بقى غير المعنى من الاخر. انا اصلا حليتها لك. she didn't have enough money so she didn't buy the dress. هي ما كانش معاها فلوس لذلك ما اشتريتش الفستان. ايه ده يا مستر؟ ده ممكن اكتب هنا لو كان معاها فلوس كانت هتشتري الفستان يا ابني. ايه ده؟ يبقى if she يا شباب. if she had المستر كتبها تاني. ايه ده يا مستر؟ ايه had دي؟ هقول لك دلوقتي. enough money
لو كان معاها enough money فلوس كتير she would have bought يا شباب bought the dress. بس كده. لو هي كانت معاها فلوس كتير كانت هتشتري الفستان. مستر بس في حاجه كده واخد بالي منها، وانت كتبت هاد ليه؟ بصوا بقى يا شباب، مش احنا قلنا الحاله الثالثه من اف ماضي تام هاد وتصريف ثالث. كلمه هاد دي بمعنى امتلك في الماضي. شاف كلمه هاف دي معناها يمتلك. التصريف الثاني والثالث منها اسمه هاد. ايه ده؟ طب وهاد دي سعادتك هاد بتاعت الماضي التام. يبقى هنا في 2 هاد بتاعت الماضي التام وهاد اللي معنى امتلك في الماضي. فهمت بقى؟ عشان دمها تقيل شويه في الامتحان، ودي في الامتحان يا شباب، الجمله دي في الامتحان. عشان انت هتكتب if she had بس وهتجري، لا اكتب كمان واحده if she had رقم 25. هنحل كمان 5 امثله بس يا شباب. We are watching TV now. احنا دلوقتي بنشاهد التلفزيون. said the children. الطلاب قالوا احنا دلوقتي بنشاهد التلفزيون يعني. مستر ابدأ the children. يلا كده. هنا شايف برضو المبني او اسف unit 6 reported speech. يبقى اقول هنا يا شباب اللي children said مش بيكلموا حد. said شيل الاقواس اكتب ذات. we هتبقى they هم. المضارع المستمر بيبقى ماضي مستمر يبقى we're watching. التي في هينزل زي ما هو، ولكن كلمة now هكتبها اسمها زن اللي هو عايزه اصلا اهوت. ايه ده يا مستر؟ يبقى احنا كده بنكتب زي الراجل بالظبط مطالب. ايوه واحنا اصلا عارفين الدرس، لو مش كاتبها حتى احنا هنكتبها لان ناو دي بتتحول لزن. رقم 26 robots will do the housework. مستر هنا عايز مني ايه؟ بص بقى، هنا طبعا مبني المجهول اللي بعد will والمصدر دي حطها في الاول. شكرا. the housework. اعتقد الدنيا بقت سهله يا شباب ولا ايه؟ the housework will be done. شكرا. طب ما ده استخدمناها اهي، واكتب باي روبوتس بس كده خلاص. باي روبوتس عادي جدا، الجمله كده صح. رقم 27 you must follow the traffic rules necessary. خلي بالك necessary معناها ضروري. بس يا شباب انا مش هقول ان انت بقى، لان في تعبير كده اسمه عايزك تحفظه، اسمه it's necessary من الضروري، واجيب to المصدر. it's necessary to follow انك تتبع يعني the traffic rules. بتساوي بقى لو انا عايز اغير المعنى بشيل it's necessary to واجيب must. طب ما هي must follow هي عادي جدا، يبقى المستر منظم. 28 I will visit my uncle next week. انا هزور عمي ان شاء الله next week الاسبوع اللي جاي. سيد سامي قال كده مستر. يلا يبقى سامي مش بيكلم حد يبقى سيد بس. ذات اشوف الضمائر اللي جوه اي تبقى هي. will دي هخليها would. هرجع خطوه لورا visit تنزل زي ما هي. my uncle يبقى his uncle. غير الضمير معلش بقى ما نزلناش اليونت دي على اليوتيوب لحد دلوقتي. next week هكتب the following week اللي الراجل اصلا كاتبها لي، يبقى انا كده حليت الجمله صح. the following week خلاص. 29 he isn't tall so he can't play basketball. مستر هو مش طويل لذلك مش عارف يلعب تنس. كاتب لي هنا اف. مستر لو هو كان طويل يا مستر كان هيعرف يلعب باسكتبول مثلا، معنى صح. فممكن اكتب المعنى ده عادي يا شباب. برضو ممكن اكتب هنا يا شباب، بس في حاجه هنا ممكن تبقى مش مظبوطه شويه في المعنى ده. انت عارف ليه؟ لو انت جامد بقى، بس هي للامانه بقى يا شباب ثانيه واحده بقى عشان مستر دلوقتي هيفنن شويه في الحته دي. حبايبنا هو الحاله الثالثه اصلا بتكون ماضي. هو دي يعني هنا جايب لي هي ازنت طول ده مضارع. هو انا بتكلم في حاجه اسمها الحاله الثانيه. الحاله الثانيه مش عندنا. الحاله الثانيه مش عندنا اللي هو يا شباب المفروض اقول هنا هو عايز كده if he were tall. لو هو كان طويل وما تستغربش were بتيجي عادي مع المفرد في الحاله الثانيه. he could او هنا he could play basketball كان هيعرف يلعب. دي يا شباب حاله ثانيه مش ثالثه، لان المضارع الحاله الثانيه اسف بتبقى في المضارع. الحاله الثالثه اللي عندنا في المنهج بتبقى في الماضي، فالجمله دي ما ينفعش تبقى حاله ثالثه، ما ينفعش. يبقى if he were tall لو هو كان طويل he could play. ده حاله ثانيه فكك منها مش عندنا. اخر سؤال يا شباب حل معاك ال 30 بس. يلا don't forget your homework. اوعى تنسى الواجب بتاعك. اتفضل سعادتك بقى. اوعى تنسى الواجب بتاعك. وهنا بيقول لك remember، يبقى اكتب هنا remember. بس remember بيجي بعدها to المصدر. remember لو انا بقول لك اعمل حاجه remember to do your homework. الجمله دي صعبه شويه معلش.
شكرا جدا ليكم يا شباب. طبعا احنا ظبطنا الدنيا هنا في الاسئله، وعلى فكره في اسئله تانية نفس المعنى بالظبط. لو انت كنت ظبطت المعنى ده خلاص انت كده عرفت كل حاجه يعتبر بالنسبه لي الشرح والكلام ده. حبايبنا ان شاء الله زي ما قلت لكم خليكم معايا ثانيه واحده بس. احنا قلنا مع بعض في شهر 12 هننزل يمكن على اليوتيوب ممكن امتحان ولا حاجه. اما على الابلكيشن يا شباب فوق تقريبا اسئله كتيره جدا، فوق ممكن فوق ال 30 امتحان ولا حاجه يا شباب، يمكن اكتر من كده كمان بكتير جدا. كتير جدا على فكره، احنا في الحصه بنحل كتير، امتحانات شامله كتير. خلاص طبعا نظام جديد والدنيا رايقه جدا جدا، والدنيا هتكون اجمل بكتير من دلوقتي. لا سيما اصلا سعادتك ما كنتش معايا في 11 في المراجعه برضو القويه جدا. في 11 احنا عندنا مراجعتين، 11 دي ظبطت الدنيا، 12 دي هتثبت الدنيا اكتر بكتير من دلوقتي. خلاص فبقول لك يعني الحاجه دي عشان تكون عارف، لان دي اخر فرصه بالنسبه للمنهج يا شباب معانا احنا على الابلكيشن. اما على اليوتيوب ممكن ما ننزلش الا امتحان ولا حاجه بس. شكرا جدا ليكم يا شباب، اشوفكم ان شاء الله الحصه اللي جايه على خير، لو في حصص جايه بالنسبه للامتحانات اللي هي بتنزل لطلاب اليوتيوب. واشوفكم ان شاء الله يا شباب الحصه اللي جايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.